سألت سؤال امبارح وهو كان: ايه اكتر حاجة او اكتر موقف يا امان حسيتي نفسك مظلومة فيه وعديتيه ازاي؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وافضل حال. الموقف وانا في سنة اولى كلية. مش عارفة اجيبها ازاي وما كنتش حابة احكي، بس يعني هحكي عادي. ان انا دخلت سمر كورس. ايوه يا عزيزي، تخيل بقى. تمام، ان انا اصلا كايمان كنت داخله الكليه بتاعتي دي، انا ما كنتش حباها اصلا خالص وما كنتش عايزاها حقيقه، ما كنتش عايزاها. يعني اللي يعرفني واللي كان معايا في سنه اولى كليه يشهد لي بالكلام ده، ان وانا اصلا داخله كليه اولى كليه انا كنت بمشي في الشارع واقعد اعيط انا مش عايزه اخش الكليه دي. بسبب ان انا كنت 2022 و2022 اكتر سنه اتظلمنا، الدفعه كلها اتظلمت فيها. مش عشان انا كنت في السنه دي وما جبتش مجموعه، لا، هي فعليا السنه دي اصلا الوزير طلع تمام واعترف ان الورق بتاعنا اتلخبط. تمام، ما علينا، هي اصلا حاجه عدت بس انا حقيقه اتمنى ان الدفعه بتاعتنا ربنا يعوضها خير عن كل حاجه شافوها، خاصه في ثانويه عامه. فالمهم تخيل يا عزيزي ان انا هوب شلت الماده. تخيل بقى اللي هو انت بتجبر نفسك اصلا انك تعدي حاجه وتتجاوز الحاجه ديت، وهوبا يعني تفشل فيها تاني. فالمهم انا كان بالنسبه لي انا كنت كويسه جدا وكنت بذاكر لسبب واحد بس والله، ان انا اثبت نفسي لنفسي ان انا انجح وان انا خلاص، يعني ان الثانويه العامه مش نهايه الدنيا وان هو موضوع عدى وخلاص راح لحاله ومش عارفه ايه. المهم رحت هوبا شلت الماده. رنيت على الدكتوره يومها، وقتها انا كنت نايمه، ما بنساهاش وقتها كانه النهارده والله. من تقريبا الموقف ده عدى عليه 3 سنين يعني او 4 كمان، بس انا ما بنساش الموقف ده. المهم انا رنيت على الدكتوره: ايوه دكتور، انا ايمان عبد الله. قلت لها: ايوه يا ايمان، انت جبت امتياز ولا جبت ايه في الماده؟ قلت لها: انا شلت الماده. حضرتك شيلتني الماده ليه وانا بقى ايه بنهار؟ اللي يعرفني شخصيا يعرف ان انا شخص يعني بنهار وبيبقى حالتي. المهم قالت لي: ازاي شلتيها ومش عارفه ايه، ده انا متوقعه انك تجيب امتياز ومش عارفه ايه. فقلت لها: ازاي حضرتك، انا شلت الماده. المهم يعني ربنا الهمني شويه صبر، وقالوا ايه ان في تظلم، يعني انك تقدر ترفع تظلم. فلما بتقدر ترفع تظلم ده ممكن الورقه بتاعتك تدعى تصحيحها. فالمهم انا لما جيت قعدت تصحيحها، انا المفروض كان اخر سؤال ب47 درجه، يعني هما كانوا الامتحان كله سؤالين. كان سؤال تقريبا توصيل، وسؤال تاني كان قطعه كده تكست، وكان ايه تصحح الخطأ بتاعها. فانا لما جيت اصحح اللي هو السؤال بتاع 47 درجه ده، انا كنت حلاه اصلا. بس هو شيء القدر ان هي ما يشوفوش وما تعلموش. المهم انا رحت كلمتها ورحت لها مرتين تظلم ومش عارفه ايه. فالمهم يعني هي ما قلت لي خلصت مش عارفه ايه، ودخلت السمر كورس. طبعا في الفتره اللي انا دخلت فيها السمر ده، انا كان بابا تعبان، الله لا يعودها ايام، والله يا رب ما تعود عليا ايام تاني على اي حد حقيقي. فالفتره دي انا كنت داخله في فتره اكتئاب اصلا، كنت في اكتئاب يعني. فالمهم دخلت، هي نفسها حست ان هي ظلمتني. انت عارف احساس بقى انك تحس ان انا لا، ما كنتش استاهل ده حضرتك يعني. المهم انا شلت الماده والحمد لله. آه الحمد لله انا جبت فيها تقريبا 92% والجي بي اي بتاعي السنه دي علا. بس انتوا عارفين احساس اللي هو اصلا انت وقعت في وقت انت المفروض كنت بتلهم نفسك ان لا ده مش النهايه وان شاء الله هقوم وهكمل وبلا بلا 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 بلا. فالمهم آه انا مش عارفه ايه الصوت ده، بس ما علينا يعني. آه المهم ربنا كرمني وجبت في الماده 92. فالمهم يعني انا مش قادره اسامح، ولكن والله انا هحاول ان انا اسامح الدكتور دي، واتمنى يعني لو في حد صوصو من الدفعه بتاعتي وروني، يعني وروا الدكتوره الفيديو ده. فانا حابه اقول لحضرتك شكرا، وانك حقيقي فوتيني ان مهما الانسان بيحس ان هو فاشل فلازم ولا بد ان هو يبدا وينجح ويحاول بدل مره 2 و3 و4 و10. وانا حاولت والحمد لله ما استسلمتش، والحمد لله نجحت، والحمد لله عديت، والحمد لله قدرت اعمل حاجه. فالفكرة كلها ان انا لما وقعت الموضوع ما كانش سهل عليا، وان انا نعم حسيت في الوقت ده ان انا افشل كائن حي في الدنيا كلها. ولكن قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله عديت المادة والحمد لله عديتها بامتياز. والحمد لله لما رجعت اعطتهاني في تانية كلية تاني انا جبت فيها امتياز. والحمد لله انا
يعني ذلك برضو من تقريبا من 20 يوم كده كانوا زمايلنا عاملين برزنتيشن في الكليه. فالمهم ايه، كان في اسئله على البتاع اللي هم الجزء اللي هم عاملينه ده. فانا طبعا جاوبت السؤال، فانا جاوبته غلط. يعني هي كانت تقريبا سي وانا اخترتها بي. ليه؟ عشان انا انسان ما بتعلمش من الخطا بتاعه، وما بقراش السؤال للاخر وما بكملش الاجابه. المهم يعني الاجابه طلعت غلط. تمام. فانا قلت بي انا قلت بي وهي تقريبا كانت سي او حاجه زي كده. المهم يعني لقيت في حد زميل لينا ورا، انا طبعا عارفاه هو مين او هي عارفاه هي مين، بس هو الشخص ده او الشخصيه دي ضحكت عليا. فانا اتضايقت جدا ان انا جاوبت غلط. رحت يوم الخميس اللي فات، عملت الحمد لله عرض وكان برزنتيشن تحفه. والحمد لله طلعت شاركت في الجزء ده. الحمد لله طلع كويس جدا وعجب الدكتوره، والحمد لله خدنا درجه كويسه جدا في البتاع ده. فالحمد لله. او ما كنتش انا على فكره من الناس اللي بتكره الانجليزي جدا والله العظيم. يعني ما اعرفش، يعني مع ان سبحان الله انا اول سنه ليا اللي هم الحمد لله انا اصلا بدرس انجليزي، بس انتوا عارفين هو انا بدرس حاجه كشيء تاني مش كحب، والله انا كاجباري عليا كده. والحمد لله الحمد لله طلعت مهندسين ما يقولكش ان انا 20 سنه شطوره. المهم الحمد لله. هو الفكرة كلها ان الانسان مهما وقع، يعني مهما تقع تحاول تقوم دايما. يعني مثلا طالب ثانوية عامة السنة اللي فاتت، طالبة كان اسمها آلاء، كلمتني وقالت لي مس ايمان انا ما بدأتش خالص في المواد كلها. تمام. فانا بدأت اقول لها يا آلاء معلش، بصوا يا شباب، هو لو انت واقع فعليا ومش قادر تقع يا شباب والله العظيم، يعني تخيلوا الصوت ده بسبب انك قاعد في الريف، يعني ليه؟ ما علينا. المهم المشكله ان كل حاجه بتكون ساكته خالص، وما باجي اسجل يوتيوب كل حاجه بتطلع في الفيديو. والله على راي دكتور رائف اللي هو كل الاصوات اللي في الدنيا بتطلع ما علينا. المهم هنكمل والله، مش هقفل الفيديو. المهم المهم يا شباب، المهم انا كلمتها وقلت لها ايه، خلاص يا لا حاولي وابدأي تاني ومش عارفه ايه. الحمد لله قالها بتكلمني من يومين بتقول لي يا مس ايمان انا طلعت التانية على الدفعه في طب اسنان او في تربيه انجليزي. والله انا والله يا جماعه بصوا، انا بيعدي عليا المواقف دي كتير جدا، فانا مش فاكره يعني. بس عامه مفيش حد بيحاول وبيجيب صفر. والله يا جماعه يعني انا امبارح كنت قاعده مع دكتوره معيده يعني، قالت لي ان هي في مره جابت في الماده جابت 73. فطبعا هي قعدت تعيط وقالت ان يعني هي قالت لي كده. انا قلت انا لازم اجيب اخري، وجبت في الماده اللي هي الترم التاني حاجه و90. فالفكرة كلها ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا نحاول. اصل هي دنيا، والدنيا مش جنة، ومش كل حاجة احنا هنكون عايزينها هتجنة. معنى صح اهو، مش يعني انا ابقى كدابة لو قلت لا. وعلى فكرة ان الحاجة ما تجيلكش في وقتها او الحاجة اللي انت عايزها، الفكرة كلها في الوقت ده ان ربنا سبحانه وتعالى بيكون اللي هو يا باشا هو مش خير ليك، ما تحاولش. في ناس كتير اخدت اشخاص كانوا عايزينهم وحاجات كانوا عايزينها وكانوا السبب التعاسة بتاعتهم في الدنيا. فاللي هو الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عننا الحاجة. ويا جماعة ما تيأسوش، يعني فكرة ان انا في حد بيكلمني امبارح، والله ما انا فاكره، بس هو طالب في اولى ثانوي تقريبا او تانية ثانوي، بيكلمني بيقول لي يا مس ايمان انا بدأ يبقى لي 3 سنين على دعوة وما استجابتش، ولما جيت تستجاب يعني في حاجة حصلت غير دي خالص. فهو بيقول لي انا اكتشفت بعدين، وعلى فكرة انا وغيري بتكتشف ان الدعوة ما استجابتش لاسباب خير ليك. اصلا ربنا سبحانه وتعالى مش هيحطنا في الحاجه الا لو هو عارف انك قدها، انك اكيد هتنجح فيها. وعلى فكره انا صحيح ما كملتكوش، ان انا فعليا لو رجع بيا الايام تاني هختار ان انا اخش السمر كورس، لان السمر كورس ده هو اكيد يعني هي كانت حاجه صعبه بالنسبه لي موت، وان انا ايه ده ومش عارف ايه وازاي وبلا 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 بلا. بس انا عملت قناه اليوتيوب دي اللي هو انا عملتها اللي هو ايه بسبب النجاح، يعني اللي هو لا انا شطوره وبتاع، فالحمد لله يعني. المهم يا اولاد، صلى الله على محمد، ما تيأسوش. وبجد بجد بجد انا اعرف ناس كتير. يعني بصوا يا شباب، هو مفيش حد مثلا، انا قلت لكم الجمله دي قبل كده، ان مفيش حد مثلا بيكون نايم
ويصحى يلاقي نفسه ناجح. حد مثلا ناجح، لا والله يا جماعه بصوا، سيبوا اللي يتكلم يتكلم، وسيبوا اللي يقول واللي يعيد يعيد. على فكره ان هما مثلا بيتكلموا عنك او بيتكلموا ليك او بيتكلموا عليك او يا باشا، يا باشا بص، لو عايز اي معلومات عني عشان تتكلم عليا رن عليا بس وانا هكلمك، وانا هخليك تكلمني عادي، تتكلم عني عادي عادي. وعلى فكره انا اكتر حد في الدنيا كان حاسس ان هو، فالفكره كلها يعني ايه، عادي يا جماعه. إيه المشكلة ان احنا فشلنا مرة؟ ايه المشكلة ان احنا حاسين ان احنا فاشلين؟ وايه المشكلة ان انا وقعت مرة او اتنين وتلاتة؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هو احنا بنقع عشان نقوم. وعلى فكرة الفاشل هو اللي بيحاول، هو اللي بيخاف يحاول عشان يفشل، لكن الناجح طبيعي ان هو يفشل. اصلا بصوا يا شباب، كل واحد فينا عنده قوات ضعف وقوات قوة، نقط ضعف ونقط قوة. فانت لو ما استغلتش الضعف عشان تبقى قوي مش هتنجح في حاجة. فالفكرة كلها ان احنا يعني ايه، احنا لازم نحاول مرة واتنين وتلاتة. إيه المشكلة يعني؟ اخر بوينت اتكلم فيها عشان اروح اذاكر، فكرة اللي هو كان اسمة السنة بتاعة تالتة ثانوي. بصوا يا شباب، يعني انا بسأل السؤال ده كتير جدا يعني. بصوا يا شباب، هو الفكرة كلها ان احنا يعني ايه تالتة ثانوي، من والله يا جماعة انا لو رجع بيا الايام تاني وحد يقول لي يعني تكملي رابعة ولا تخشي تالتة، اقول لهم تخشي تالتة. يا جماعة والله العظيم يعني احلى ايام هي ايام تالتة ثانوي، يا ايام ثانوية عامة عامة يعني، مع ان الاسترس اللي كان فيها. بس تخيل كده صحابك ومدرسينك. والله يا جماعة انا وحشني صحابي بطريقة، ولما حقيقي بنتقابل في فرح او بنتقابل حاجة بحس ان انا بقيت كويسه قوي وبجد والله. يعني احنا كان عندنا فرح صاحبتنا تقريبا بقاله شهر تقريبا، آه واتقابلنا، كنا الموضوع كان جميل جدا. يعني تخيل مثلا الناس دي، يعني الناس دي احنا عشنا معاهم اصعب ايام يعني. وعلى فكره يعني مع ان يعني انتوا عارفين احساس بقى اللي هو كل ما بتخش مكان بتلاقي نفسك بتتعلق بالناس اللي انت فيهم فتسيبهم وتمشي. يعني انا في ثالثه ثانوي انا كنت بحب صحابي جدا ومدرسيني جدا، وسبحان الله دخلت حاليا انا في رابعه كليه وهتخرج السنه دي، هو عدى اصحاب الكليه والكليه والسفر وشنطه السفر والمكان بس ببقى عايزه اعيط. يعني انا كل ما افتكر ان انا خلاص هتخرج السنه دي، يعني اتمنى ان هو خير. في كل مرحله انت فيها بتكون حاسس ان هي صعبه، بتكتشف ان اللي جاي اصعب. يعني ان انت بالنسبه لان سبحان الله يعني الانسان عامل زي السلم كده، اللي هو مجرد ما بتطلع السلمه بتحس ان اللي تحت كانت اخف عليك، كانت اسهل عليك. فهو سبحان الله يعني ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا من كام يوم كده يعني لحد دلوقتي انا بيجي في يعني بيرن في دماغي جمله يؤتيكم خير مما أخذ منكم. وده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيعوض، وعوض ربنا جميل جدا. ما تستعجلوش وحاولوا تبذلوا، مش عشاني مش عشانكم، عشان اهالينا. يعني احنا اهالينا بيتعبوا عشاننا كتير جدا، وعشان برضو ما نخليش حد يشمت فينا. يعني لو مش هتبقى حاجه في يوم من الايام. على فكره ان انا كايمان يعني كان في جاره لينا، كان هي ما اعرفش، انا وجودي نفسه عامل لها مشكله يعني، بس ما علينا يعني. فالطنط اللي قالت لي ما تخشيش الكليه بتاعه دمياط دي، وكليه ودمياط صعبه دمياط صعبه ومش عارفه ايه والسفر وبتاع، لقيت بنتها جايه ورايا. يعني لو انا كنت السنه اللي قبل بنتها تقريبا بمره او اتنين، المهم يعني انا لقيت بنتها جايه ورايا. فالفكره كلها ان الناس مش هيسيبوك في حالك، واهم حاجه ركز في نفسك وفي صلاتك وفي اهلك وفي بيتك وفي شغلك وفي حياتك، وقعدوا مع ناس كتير كويسة، اقعدوا مع ناس كتير وتعلموا منهم وخدوا الخبرات بتاعتهم. عادي يا جماعة يتقال عليا ان انا بتحشر مع ناس كويسة، ما اتحشر مع ناس كويسة احسن ما اتحشر مع ناس وحشة. الفكرة كلها ان احنا لما بنقعد في مكان كويس مع ناس متعلمين مع ناس مثقفين، حاولوا تقعدوا مع ناس كويسين، وحاولوا انكم تطوروا من نفسكم، وحاولوا دايما انكم تحاولوا مع نفسكم. انا النهارده عملت حاجه غلط احاول اتعلم منها. يعني ما تحاولوش دايما انكم تفضلوا في نفس المكان، حاول تطور من نفسك. لو مش قادر تذاكر في البيت على المكتب، حاول تطلع تشتغل حاول تطلع تذاكر في كافيه، حاول تطلع تذاكر على السطح. انا قسما بالله الثانويه العامه، كلمه ثانويه عامه كلها انا مذاكراها كل يوم العصر على السطح بتاعنا، لدرجه ان انا فاكره حاجات.
فالفكرة كلها ان احنا لازم نغير، لازم تغير المكان اللي انت قاعد فيه، لازم تفكيرك ده يتغير، لازم علاقتك مع ربنا تبقى اقوى. الاذكار والقرآن والصلاة دول، يعني الحمد لله ان احنا مسلمين، والحمد لله ان احنا عندنا دين، والحمد لله اصلا، الحمد لله. والله بجد الحمد لله، يعني الحمد لله بجد. حاولوا تطوروا نفسكم، حاولوا تذاكروا. ايه الوقت اللي تضيعوه على السوشيال ميديا خساره يا جماعه والله. يعني فكره انك تضيع وقتك على السوشيال، ليه الانسان يضيع وقته على السوشيال؟ ما انت ممكن، يعني ممكن تعمل اي حاجه في البيت، ممكن تساعد او ممكن تساعد بابا، ممكن تقعد مع اهلك. حاولوا يا جماعه تشبعوا من اهلكم قوي، يعني ربنا توفى اعمارهم يا رب، واحفظهم لينا وما نتحرمش منهم ابدا. بس الفكرة ان هم مش هيعيشوا لينا، يعني يا رب يخليهم لينا، بس هم الفكرة مش هيعيشوا لينا، مش هيطولوا معانا. فحاول انك يعني تمسك ده النقطة دي، وتحاول تشبع منهم، حاول تقعد معاهم، حاول. ان انت بكرة هتندم، والندم بيبقى موجع قوي، اللي هو يا ريتني قعدت معاهم، يا ريتني عملت معاهم كذا، يا ريتني ساعدتهم. الانسان بيشوف مواقف مع الاهالي اقسم بالله بيحزن على نفسه. احنا ليه بنعمل مع ماما وبابا كده؟ يعني هم كانوا، يعني ايا كان انت في ايه او في ايه، هم السبب اللي هم فيه. يعني هم السبب ان انت تبقى انسان اصلا. فليه مثلا تبقى، لا يا حبيبي، تولع الدنيا واللي فيها، واهم حاجه هم، اهم حاجه هم رضاهم يعني. خلي بالكم من نفسكم ومن اهاليكم، وذاكروا وغيروا حياتكم، وتستسلموش، وان شاء الله خير. سلام.